كبرى. ذبح الطباخ الأفعى بنفسه وقطع رأسها ووضعه جانبا، ثم انشغل بتحضير باقي المكونات. وبعد نحو نصف ساعة، وبينما كان ينظف المطبخ، مد يده ليمسك رأس الأفعى ليتخلص منه. وهنا حدث ما لم يكن يتوقعه أحد. رأس الأفعى المقطوعة عضت يده بقوة. رغم أن الرأس كان مفصولا عن الجسد، إلا أن السم اندفع إلى جسده بسرعة. لم يستطع الطباخ فعل أي شيء وتوفي خلال أقل من 20 دقيقة بسبب السم القاتل. وقد أوضح الخبراء أن أعصاب الأفعى تظل نشطة لفترة بعد الموت، مما يجعل الرأس قادرا على العض بشكل انعكاسي حتى بعد قطعه. وهذه القصة أصبحت تحذيرا شهيرا لكل من يتعامل مع الأفعى حتى بعد موتها. والآن، ماذا لو كنت مكان هذا الطباخ؟ هل كنت ستجرؤ على لمس رأس الأفعى؟ شاركونا آراءكم في التعليقات. وهل صادفتم مواقف غريبة أو مخيفة